السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وجيت لكم معايا بالجزء التاني الفيديو تزيين التورته. يلا بينا نزينوها مع بعض واحده واحده كده. هو التزيين يعني مش بيرفكت قوي، بس ادينا بنتعلم وان شاء الله تعجبكم. يلا، بس لو اول مره تشوفيني اتمنى تدعميني بلايك وشير واشتراك في قناتي، قناه مطبخ مروه نعيم، عشان يوصلك كل جديد. هستعمل هنا الاول، هبدا بالجناش، ومعايا هنا شوكولاته سما الغنيه عن التعريف طبعا. معايا هنا من 150 ل 160 جرام، ما يعادل كوباية ونص شوكولاتة. ومعايا نص كوباية من اللبن الحليب، وثلاث معالق كريم شانتيه، ومكعب زبدة. وهقلب كل ده على بعضه، ومعلقة من الكاكاو الخام، وهحطه على النار لحد ما يغلي معايا. وبعد كده انزل بيه على النار، وبعد كده انزل بيه على الخليط السخن لحد لما يدوب معايا. وبعد كده هنزل بمعلقتين من الزيت عشان اديله لمعة. ده جناش المراية، تحفة يا جماعة، جربوه، استعملوه في التورت، في الجاتوهات، في اي حاجة، هيعجبكم جدا جدا جدا. وبعد كده هصفي الخليط معايا عشان لو في اي تكتلات، بس هو منزلش منه اي تكتلات. بصوا بوريكي هو قد ايه مراية وجميل ولامع، تحفة. استخدموه لأي نوع من انواع الحلويات. يلا بينا نعمل الكريم شانتيه مع بعض. انا حبيت اقصر عليكم الفيديو، سرعت الفيديو شويه. معايا هنا كوبايه من الكريم شانتيه الخام بدون سكر، ومعايا ربع كوبايه من السكر حبيبات بيضه، ومعايا كوبايه من اللبن المثلج او لبن على ميه او ميه بس اللي حضرتك بتفضليه. وهضرب كده بالمضرب الكهربائي. هو يمشي بالمضرب اليدوي يعني، بس هياخد منك وقت ومجهود شويه. تمام. وبعد كده هنزل عندي بمعلقه ونص من الكاكاو الخام. وهبتدي ان انا امكس المكونات مع بعضها كده لحد لما القوام معايا يبقى كويس. لازم اللبن او الميه يكون متلج معايا عشان خاطر يديني قوام تقيل واسرع، بالاخص لو هتعمليه بمضرب يدوي. هاخد هنا معلقه من الجناش اللي انا بدات بيه في الاول، بدات فيه عشان عبال ما يبرد اكون خدته، يعني استعمل منه في كريم شانتيه. ما ينفعش احطه منه وهو سخن ابدا. تمام. الكريمه دي ما شاء الله اللهم بارك، كانت جميله، هي نوع جولدن باك. اخدت مني اكتر من كوبايه اللبن. فبعد كده استعملت ميه ساقعه، خدت حوالي نص كوبايه من الميه الساقعه لحد ما طلعت معايا بالقوام ده. بصوا بسم الله ما شاء الله، نفشت وملت معايا البوله خالص اهي. مجرد ما تعمل معايا منقار كده، وان انا اقلب البوله ما تتكبش منها، فكده ده القوام المظبوط معايا. هعبيها بقى في كيس حلواني، وحطيت له اي عندك بتفضليه. وهحط لو طبعا لو الدنيا حر نسيب ده في التلاجة لحد ما نجهز الحاجة ورا بعضها. هبتدي هنا معايا بخليط التسقية. جبت ربع كوباية من اللبن، عليها معلقتين صغيرين من السكر، وعليها معلقة من الكاكاو المر او الكاكاو الاسباني. وكان معايا هنا، لو شفتوا معايا ديت غطا سمنة. انا قطعته كده عشان ما عنديش الصراحة الادوات بتاعة التورتة خالص، لسه يعني ايه ابتداء كده، هواية يعني. فلسه بعمل في البيت كده وبجرب. وطبعا الاسبونش الجميل الجامد اللي احنا عملناه في الفيديو اللي قبله، لو ما شفتوهوش اتمنى تخشي القناة وتشوفيه، هيعجبك جدا، هينجح معاكي من اول مرة. بصوا هش وطري وجميل ازاي. هنا انا اشتغلت فيه هنا من تاني يوم. عمل معايا 3 طبقات، وده كان صينية 24. اشتغلت بيه على 5 بيضات. واشتغلت فيه تاني يوم، حطيته في التلاجة، غلفته كويس في كيس وحطيته في التلاجة واشتغلت بيه تاني يوم. والله يا جماعة حرفيا الكيك من طراوته مش محتاج خالص لخليط تسقية، بس كنوع من تيست او الطعم، وما زودتش يعني. جبت هنا الطبقة الأولى، وزي ما شفتوا الطبقة اللي فوق أنا قشرتها علشان خاطر من فوق بتبقى دي الزفارة بتاعة البيض، عشان ما تبقاش فيها ريحة غير مستحبة، فبضطر إن أنا أشيلها، ما برميهاش طبعا الولاد كلوها. وحطيت كريم شانتيه في النص. ولو عندك بقى حشوات، حابة تحطي نوتيلا، حابة تحطي كراميل، لوتس، اللي يريحك. أنا ما حطيتش حاجة في النص. ولو حابة تحطي فاكهة نفس الكلام. انا ما حطيتش اي حاجه في النص خالص، ما حطيتش اي حشوات. عايزه تحطي مكسرات، شوكليت شيبس، كريسبي، اي حاجه. ودي كانت الطبقه الثالثه والاخيره، وحطيت عليها هنا. اتمنى تكون الخطوات موضحه. انا حبيت ان انا اسرع الفيديو شويه عشان ما اطولش عليكم. وهنا هبتدي ان انا اساوي الحروف بتاعه الكيكه من فوق. حبيت ان انا اوضح لكم من الجنب.
انا ما عنديش اي ادوات خالص ولا عندي سكرابر ولا اي حاجه، فانا عملت غطا السمنه ده واحد مشرشر كده عملته بالمقص، والتاني سويته. ولو عندك كارت فيزا، كارت دي كانت بطاقه قديمه عندي اشتغلت بيها، برضو بتبقى حلوه برضو في الشغل، يعني بتسهل عليكي. لو عندك كارت فيزا، كارت اي حاجه حلو برضو بيسهل. وجبت هنا الجزء المشرشر اللي انا عملته من غطا السمنه ده، ومشيت بيه من الجنب، عملت خطوط كده زي زجزاج ان انا ادي منظر، برضو بيدي شكل حلو. تمام. طبعا لما يكون الجو حر معاكي، كل ما تحطيها في التلاجة كل ما تعرفي تشتغلي بيها اكتر. تمام. وطبعا انا حطيت في الاول كيسة تحت الصينية عشان وانا بحركها تتحرك معايا كويس. تمام. هبتدي بقى هنا ان انا اشيل هبتدي هنا ان انا اشيل التورتايه من تحت كده باي حاجه، وهنا انا قلقت منها ان هي كانت ممكن تقع مني. وطبعا الجناش اللي هو عملته لما حطيته في التلاجة مسك، طب افكه ازاي؟ هحطه على حمام مائي هيرجع معايا سايل خالص. وفي حالة ما هو ماسك معايا، لو انا عايزة اعمل بيه روزتات بالجناش ده هعمل بيه احلى روزتات. ده جناش يا جماعة، مش بصوا، احلى مكونات تعملوا بيها الجناش ده. كنت قايلة ايه مكونات الجناش؟ ربع كوباية من اللبن، 3 معالق كريم شانتيه بودر، وحطيت معلقة من الكاكاو، وكوباية ونص من الشوكولاتة الخام، أو ما يعادل 140 ل 150 جرام شوكولاتة. قطعتها ونزلت فيها بعد ما حطيت الخليط سخن، وحطيته على النار، بعد كده نزلت بيه بالشوكولاتة. حطيته بقى هنا، نزلت بيه على التورتاية، ولازم تكون التورتاية معايا كانت ساقعة عشان لما انزل بيه يتماسك على طول. وبعد كده جبت باقي الكريم شانتيه اللي بقى معايا، عملت اشكال كده من الجناب، زي ما قلت لكم اشكال كده، يعني ايه، بنتعلم مع بعض واحده واحده. وان شاء الله في نهايه الفيديو هوريكم تورتايه تانية كنت عاملاها بشكل تاني. يعني كنت عامله شكل تاني، فاللي حضرتك بتفضليه وحابه تعمليه معاكي الشكلين، شوفي ده او ده، الاتنين اسهل من بعض. وهنا الخامات انا ما كنتش جايبه خامات كتير، دي كنت عاملاها كده لابني في عيد ميلاده، فحبيت الموضوع يبقى بسيط وسهل، ويعني ان يبقى متاح ان اي حد يعمل اي حاجه، بما ان المكونات والخامات بقت غاليه عن الاول طبعا. فحبينا نعمل حاجه بسيطه مع بعض، وفي نفس الوقت تكون تفرح بيها الولاد، ونعمل بيها حاجه مختلفه، لان طبعا التورت بره بقت غاليه جدا. انا التورتايه دي كلفتني 135 جنيه، وكانت مقاسها 24، حاجة كده رهيبة، وطعم كان تحفة، كفاية ان هي من ايدك والولاد بيفرحوا بيها. والكده اكون وصلت لاخر الفيديو، ومعايا التورتيه اللي قلت لكم عليها، وهقطعها لكم واوريها لكم من جوه، تحفه وجميله بجد بجد. اتمنى تجربوها هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو، ودعوه حلوه من قلبكم لو استفدتوا من الفيديو بتاعي، عشان خاطر يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا.